لو فاكر علشان وش ديدبول شبه طبق بامية حمضان ده هيخليه ملهوش شعبية وسط الستات، فانت غلطان. قائمة زوجات وعشيقات ويد ويلسون بتمتد وتمتد، لكن ربما أهم واحدة في القائمة دي هي كارميليتا كاماتشو، وده لسبب واحد بسيط، إنها أم ابنة ديدبول الوحيدة. في الفيديو ده هنشوف قصة بنت ديدبول دي ونعرف هي واخدة قد إيه من أبوها بالظبط، وإذا كان ده كافي إنه يخليها تقدر تحمل لقب ديدبول من بعده. علشان نعرف قصة بنت ديدبول محتاجين نرجع بالزمن لورا شوية. في وقت من الأوقات ديدبول كان بيقرأ في الجريدة إعلان عامله فريق هيروز فور هاير المكون من الأبطال لوك كيج وآيرون فيست، فريق عبارة عن أبطال بتشتري خدماتهم. وقتها ديدبول كان بيدور على شغل وكان معتبر نفسه بطل، علشان كده قرر إنه عايز ينضم لهم. ديدبول بيطب عليهم بالفعل أثناء ما كانوا بيقابلوا زبونة، وكما هو متوقع البطلين بيرفضوا انضمام ديدبول ليهم وبيقولوا له إنهم مش محتاجين حد يشتغل معاهم. ديدبول بيتجاهل رفضهم وبيعتبر نفسه انه بقى خلاص شغال معاهم، وبيسأل الزبونة دي هي عايزة ايه. الزبونة بتقول لهم ان هي وجوزها بيملكوا محل صغير في نيويورك، لكن للأسف في عصابة من الأشرار بيرقصها واحد اسمه وايت مان هجموا عليهم وقتلوا جوزها، ودلوقتي هي وبنتها أصبحوا مهددين طول الوقت من العصابة دي علشان عايزين فلوس منهم بالبلطجة. الست دي واللي اسمها ميس كاماتشو بتبدأ تعيط وبتقول انها خايفة على بنتها دلوقتي بعد ما أبوها مات، وإنها بنت طايشة وممكن تاخد قرارات غلط زي إنها تحمل من واحد حقير كده ولا كده. الهيروز فور هاير بيقبلوا يساعدوها، وديدبول بيفضل حاشر نفسه وسطيهم بالرغم من رفضهم ليه. ايرون فيست ولوك كيج وكمان ديدبول بيتنكروا على هيئة عمال في المحل اللي فيه ميس كاماتشو وبنتها الجميلة كارميليتا. ديدبول فورا بيبدأ يبصبص لكارميليتا، خصوصا انها كانت فعلا حلوة. كما هو متوقع ذا وايت مان وعصابته بيهاجموا المحل مرة تانية، وبنكتشف ان وايت مان ده معاه عصاية قادرة على تحويل اي شخص الى تمثال حجري. ديدبول بيخسر المعركة وبيلاقي نفسه محبوس في أوضة مع كارميليتا كاماتشو لوحديهم. كارميليتا كانت مقتنعة انها خلاص هتموت وان دي اخر لحظة في عمرها، علشان كده بتقول لديدبول انها عايزة تقضيها في ممارسة الحب. وفعلا ديدبول وكارميليتا بيمارسوا الحب جامد جدا، لحد ما اخيرا بيدخل عليهم لوك كيج وبيقاطعهم. وديدبول كان طبعا متضايق من المقاطعه دي، لكنه بيسيب كارميليتا وبينضم لوك كيج وايرون فيست في القتال مع عصابه ذا وايت مان. الابطال بالفعل بيقدروا يهزموا العصابه، وبفضل ديدبول بيقدروا اخيرا يهزموا ذا وايت مان. اثناء احتفالهم بالانتصار ديدبول بيقلع قناعه قدامهم، وطبعا كلهم بيتصدموا من منظره المقزز، بالذات كارميليتا اللي بتاخد الموضوع على صدرها شويه، او بالاصح على معدتها. هي حرفيا بترجع وبتطلع تجري. ديدبول مشاعره انجرحت شويه، وهنا بنفتكر ان هي دي نهايه قصه ديدبول وكارميليتا. لكن في الحقيقه بنكتشف ان لوك كيج ما قاطعهمش بسرعه كفايه. كارميليتا كاماتشو بالفعل حملت من ديدبول. كارميليتا بتولد بنت وبتسميها إلينور أو اختصارا إلي. بعد كده كارميليتا بتدور على ديدبول لحد ما فعلا بتلاقيه، وبتطلب منه يتحمل المسؤولية ويدفع النفقة علشان بنتها. بس للأسف في الفترة دي كان في عالم شرير اسمه باتلر مسيطر تماما على ديدبول باستخدام أدوية بتمسح الذاكرة. ديدبول كان مخه مش متظبط خالص وقتها، ولما كارميليتا بتديله بنته بيبص عليها وبيلاقيها جميلة جدا، علشان كده بيقول مستحيل دي تبقى بنتي، وبيتهم كارميليتا انها بتنصب عليه وبيرفض يساعدها في تربية البنت وبيطردها وبيقول لها انه مش عايز يشوفها تاني. الخناقة دي لفتت انتباه باتلر اللي فورا خدع كارميليتا وفهمها انه الطبيب بتاع ديدبول وصديقه. وفي الخباثة باتلر شك إلي الرضيعة بدبوس وخد منها عينة دم. باتلر بيعمل تحليل لعينة الدم بتاعت إلي وبيكتشف ان شكوكه كانت في محلها. إلي كاماتشو عندها جين اكس، إلي تبقى ميوتنت. من ساعتها ديدبول بينسى موضوع كارميليتا وبنتهم إلينور تماما، لحد ما باتلر أخيرا قرر يخطف ديدبول علشان يعمل عليه تجارب تاني. طبعا بشكل حتمي ديدبول بيقدر يهرب من المعمل اللي كان مخطوف فيه، وطبعا أول حاجة كان عايز يعملها بعد ما هرب هي إنه يقتل باتلر، الشخص اللي يبقى السبب في كل اللي بيحصل له ده. لكن بنكتشف إن باتلر كان عامل حسابه على اللحظة دي، وبيقول لديدبول إنه ما ينفعش يقتله لأنه معاه بنته وأم بنته. من ساعة ما باتلر
باتلر اكتشف ان إيلي عندها جين اكس، قرر يخطفها هي وامها ويخليهم تحت مراقبته، وعلشان برضو يبقى عنده كارت يستخدمه ضد ديدبول. هنا ديدبول بيقرر انه لازم ينقذ كارميليتا وبنتها إيلي وبنته إيلي. ديدبول بالفعل بيروح للمعسكر اللي مسجونين فيه، لكن للأسف اللي بيلاقيه هو جثة كارميليتا. كارميليتا اتقتلت ومفيش أي أثر لبنتهم. ديدبول بينهار وبيلوم نفسه على موت كارميليتا، لانه لولا انه خلاها حملت طفلته ما كانش هيحصل لها كل ده. ديدبول فورا بيدور على باتلر لحد ما بيلاقيه وبيكسر رقبته وبيقتله. لاحقا ديدبول بيدرك ان عدم عثوره على جثة إلينور معناه انه ربما هربت بطريقة ما، لكن ديدبول بيقرر انه ما يدورش عليها بنفسه. هو شايف انه لو فضل بره حياتها ده هيبقى افضل وامن ليها. علشان كده ديدبول بيطلب من صديقته عميلة شيلد اللي اسمها إيميلي بريستون ان هي اللي تدور على إلينور وتتأكد انها عايشة وكويسة. وخلال الفترة التالية ديدبول فضل يبعت هدايا ثمينة لميس كاماتشو ام كارميليتا كمحاولة منه انه يعتذر على تسببه في موت بنتها. الوقت بيمر وبالفعل العميلة بريستون بتقدر تعثر على إلينور كاماتشو. بريستون بتكتشف ان باتلر ادى إلينور لاخوه اللي اسمه جاشوا وقال له انه انقذها من اسرة عنيفة. جاشوا بالفعل بياخد إلينور وبيتبناها وبيربيها كأنها بنته. إلينور أو إيلي زي ما بيدلعوها بالفعل عايشة مع أب بيحبها وبتحبه. بعد بحث طويل بريستون بتقدر تتعقب جاشوا وبتروح تزور بيته، وبالفعل هناك بتلاقي إيلي بنت ديدبول بتلعب في جنينة البيت. بريستون كانت فرحانة جدا علشان أخيرا قدرت تعثر على بنت ديدبول، ويمكن برضو علشان بنت ديدبول ما طلعتش شبهه. إيلي كانت طفلة كيوت جدا شبه أمها بالظبط. بريستون بتقدم نفسها لجاشوا وبتقول له إنها عميلة شيلد. جاشوا في البداية بيرحب بيها وبيأكد لها إنه ملوش أي علاقة بأي حاجة أخوه كان بيعملها، وبريستون بتقول له إنها مش جاية بخصوص باتلر بل جاية تبحث عن شخص مفقود. ساعتها جاشوا بدأ يقلق، بيحس انها جاية علشان تاخد بنته منه، علشان كده بيطردها وبيقول لها تجيب معاها مذكرة رسمية لو عايزة تعمل اي تحقيق. بريستون بالفعل بتمشي وجاشوا فورا بيقول لإيلي انهم لازم يسيبوا البيت ويعزلوا، لكن للأسف قبل ما يقدروا يمشوا جماعة ألتيميتم الإرهابية بتهجم على البيت بهدف خطف بنت ديدبول انتقاما منه لأنه لطالما كان بيقتل فيهم. لكن في اللحظة دي العميلة بريستون بتتدخل وبتقتل في جنود ألتيميتم، ولما إيلي بتشوف منظر الأحشاء والجثث بتتحمس قوي، كانت شايفة إن المنظر كول خالص. تدخل بريستون بالفعل بيدي فرصة لجاشوا وإيلي انهم يهربوا، لكن عملاء ألتيميتم بيقدروا يمسكوهم برضه. اثناء المواجهة معاهم جاشوا بيجيله سكتة قلبية وبيبدأ يحتضر، والعملاء كانوا بالفعل هياخدوا إيلي، لكن لحسن الحظ ديدبول بيوصل للمكان بيقتل كل عملاء ألتيميتم وبينقذ إيلي. في آخر أنفاسه جاشوا بيقول لإيلي انه بيحبها وبيطلب من ديدبول انه يخلي باله منها، وديدبول بيوعده انه مش هيخلي اي حد يأذيها. بعدها ديدبول بيطلب مساعدة الميوتنت كيد أوميجا وبيخليه يستعمل قدرات التخاطر الخارقة بتاعته في انه يخلي الشرطة والأطباء الشرعيين يفتكروا ان إيلي ماتت ويعملوا لها شهادة وفاة كمان. كل ده علشان يديها فرصة تعيش في الخفاء من غير ما حد يدور عليها تاني. بعد كده ديدبول بيطلب من العميلة بريستون انها تاخد إيلي في بيتها وتعتني بيها، وبريستون بتوافق. من ساعتها إيلي بالفعل بقت عايشة تحت رعاية إيميلي بريستون، وسطها هي وجوزها وابنها، وديدبول كان بيزورها بشكل متكرر علشان يلعب معاها ويتعرفوا على بعض اكتر. ومن ضمن اللعب اللي كانوا بيلعبوها مع بعض هي انه كان بيقول لها شدي صباعي، بس هو كان بيبقى قاطع صباعه بسكينه قبلها، فلما بتشده كان بيتخلع في ايديها بجد. طبعا إيلي لما شافت الهزار البشع ده اتبسطت قوي وعجبها وقعدت تضحك. من ساعتها علاقة ديدبول وإيلي بدأت تنمو، بينما إيلي كانت عايشة مع إيميلي بريستون وجوزها وابنها. بل فوق كده كمان ميس كاماتشو اللي هي أم كارميليتا كانت بتتردد عليهم علشان تشوف حفيدتها. هي لسه مش طايقة ديدبول طبعا، بس ما عندهاش مانع تحضر معاه المناسبات العائلية علشان خاطر حفيدتها. الموضوع كان ماشي كويس نوعا ما. هو خلال عدة قصص في كتير من أعداء ديدبول بدأوا يحاولوا يأذوه عن طريق أذية إيلي، بس ديدبول كان دايما بيلاقي طريقة إنه ينقذها
ويحميها، لكن للأسف علاقتهم بتتغير بشكل كبير لما ديدبول بيصبح عميل في المنظمة الشريرة هايدرا. ده حصل خلال أحداث سيكريت إمباير لما كابتن أمريكا تم استبداله في السر بنسخة شريرة من كون آخر تسببت في تأسيس إمبراطورية الهايدرا في أمريكا. ديدبول طول عمره بيقدس كابتن أمريكا، علشان كده النسخة الشريرة دي أقنعت ديدبول إنه ينضم ليه وخلاه يقتل عميل شيلد الشهير فيل كولسون. ده دمر علاقة ديدبول مع إيميلي بريستون، مما خلى ديدبول خطف إيلي منها وخدها علشان يربيها بنفسه. طبعا مش محتاج أقول إن ديدبول ما كانش أب كويس قوي، وكان مهمل جدا في تربيته ليها. مثلا لما جالها استدعاء ولي أمر بسبب خناقة عملتها في المدرسة، ديدبول راح ضرب ناظر المدرسة. عدم ارتياح إيلي مع ديدبول خلاها تهرب منه وتحاول ترجع لعائلة بريستون. تصرفات ديدبول خلته خسر بنته مرة تانية. ساعتها ديدبول بيدرك انه عمره ما هيتغير وانه دايما هيتسبب في اذية كل اللي حواليه. ديدبول بيقرر يبعد عن كل الناس دول علشان يريحهم منه ويكمل حياته كمرتزق ومغتال زي زمان. بالرغم من كل ده، إيلي فضلت تتابع أخبار ديدبول لأنها ما كانتش قادرة تتخلى عن أبوها تماما، بل كمان حاولت تتعقبه كذا مرة وحاولت قبل كده تمنعه إنه يقتل واحد من أهدافه. سنين كتير بتمر وإيلي بتكبر وهي عايشة مع عائلة بريستون، ومع تقدم إيلي في السن أخيرا الإكس جين بتاعها بدأ يتفاعل. إيلي بتكتشف إن عندها هيلينج فاكتور، يعني قدرات شفاء زي بتاعة ديدبول بالظبط. إيلي بتقدر تشفي نفسها من اي اصابة. ساعتها إيلي بتقرر انها لازم ترجع تلم شملها مع ابوها. في الوقت ده ديدبول كان مكون فريق مرتزقة مع تاسك ماستر وسيمبيوت اسمها برنسس شكلها عبارة عن ضبع كبير، واثناء ما كانوا في معركة مع اشرار إيلي بتقتحم المعركة وبتساعدهم في القتال باستخدام ايد روبوت سرقتها من إيميلي بريستون. ديدبول بيتفاجئ بوجود إيلي وبيتفاجئ اكتر لما بيعرف ان عندها قدرات شفاء. ديدبول بيقدم بنته لزملائه في الفريق، وتاسك ماستر فورا بيعجب بقدراتها وبيبقى شايف انها يجي منها، علشان كده بيقرر انه يبقى المعلم بتاعها ويدربها على القتال. اثناء تدريب إيلي بنبدأ نتعرف اكتر على قدراتها. زي ما شفنا إيلي ورثت قدرات الشفاء بتاعت ديدبول، لكن ما عندهاش سرطان زيه، بالتالي قدرات الشفاء بتاعتها ربما كمان اقوى واسرع من بتاعت ديدبول، مما بيعطيها قدرات اضافية زي انه بيخلي مخها يشتغل اسرع بكتير من الناس التانية. إيلي قدرت تتعلم حركات تاسك ماستر القتالية بسرعة فائقة، وقدرت تخترع جهاز نقل آني فقط من خلال مشاهدة شوية فيديوهات. دلوقتي فوق كل القدرات دي إيلي كمان بقى عندها قدرات قتالية مرتفعة بفضل انها اتدربت على ايد مقاتل متميز زي تاسك ماستر. كل ده خلى ديدبول فخور بيها جدا. للأسف ديدبول فقد قدرات الشفاء بتاعته اثناء معركته مع الشرير اللي اسمه ديث جريب، اللي كان معاه سيف مرمس السحري القادر على الغاء اي هيلينج فاكتور. بسبب كده ديدبول دراعه ورجليه اتقطعوا اثناء المعركة، وطبعا ما رجعوش تاني. ومن ساعتها ديدبول اصبح قاعد على كرسي متحرك بدون اي قدرات خارقة. علشان كده ديدبول قرر انه يدي نسخة من الزي بتاعه لبنته، وسمح لها اخيرا انها تنضم لتاسك ماستر وبرنسس في شغل الفريق، بينما ديدبول كان بيقعد يدعمهم من المقر بتاع الفريق. للاسف في القصص التالية بنكتشف ان الشرير ديث جريب لسه موجود، واستغل غياب إيلي وتاسك ماستر وبرنسس وهم في مهمة، وراح هاجم ديدبول اللي كان قاعد لوحده في المقر. ديث جريب بيقتل ديدبول، وطبعا بسبب انه ما بقاش عنده قدرات شفاء ديدبول بالفعل بيموت. إيلي طبعا بتزعل جدا على موت أبوها، وكانت بتعبر عن حزنها على شكل غضب بتطلعه على أعدائها أثناء تنفيذ المهام. إيلي حتى بتقرر إنها تحتفظ بجثة ديدبول لأنها كانت واثقة إنها هتلاقي طريقة تعيد بيها تفعيل قدرة الشفاء بتاعته وترجعه للحياة. بس لحين ده يحصل إيلي بتقرر إنها تكرم ذكرى أبوها وتحمل لقبه، ومن ساعتها إيلي كاماتشو أصبحت تحمل لقب ديدبول. أخيرا الفرصة لإعادة ديدبول للحياة بتيجي لما إيلي بتتواصل مع فالنتين فونغ حبيبة ديدبول السابقة، واللي بيصادف برضو إنها ميوتنت، وقدرتها الخارقة هي إنها بتقدر تصنع جوه جسمها أي مادة كيميائية ممكن تتخيلها. ده خلاها عندها القدرة على إنتاج مواد تقدر تسرع من عملية شفاء أي شخص بشكل كافي لإعادته للحياة، بشرط إن بعض خلايا جسمه يكونوا لسه عايشين. بالرغم من إن فالنتين وديدبول انفصلوا من زمان،
إلا إنها كان لسه عندها بعض المشاعر تجاهه. إيلي بتقول لفالنتين إن ديدبول ميت بقاله أيام، لكن مع ذلك جسمه ما اتحللش إطلاقا. وهنا إيلي وفالنتين بتوصلوا إن سيف موراماسا ما شالش قدرة الشفاء بتاعة ديدبول، بل ببساطة منع خلاياه من إنها تستجيب لقدرة الشفاء. وبكده فالنتين بتستخدم قدراتها بالإضافة للسحر في إنها تنقل جزء كبير من دم إيلي لديدبول بشكل كافي إنه يعيد قدرات الشفاء بتاعته ويعيده للحياة من جديد. الطقس بيتم بنجاح وديدبول بالفعل بيرجع للحياة. طبعا ديدبول بيبقى سعيد جدا إنه رجع تاني لبنته، أو بالأصح بناته لو حسبنا برنسس، وطبعا بيشكر فالنتين على اللي هي عملته ده. أخيرا الفريق بيرجع زي ما كان تاني، والفريق بيتم تسميته بديدبول اند دوترز، يعني ديدبول وبناته، بالرغم من ان تاسك ماستر معاهم في الفريق. ومن ساعتها ويد ويلسون وإيلي كاماتشو هما الاتنين اصبحوا ملقبين بديدبول. بالظبط دلوقتي في 2 ديدبول في مارفل، وتحت لقب ديدبول إيلي بتحاول تبقى بطلة نوعا ما، وفي نفس الوقت بتحاول تطلع افضل ما بداخل ابوها، لانه بالرغم من كل شيء هي لسه مقتنعة انه جواه شخص كويس.